زين. قلت لك أنا موضوع النظافة درنا فيه هذا عندي النظافة الجسدية وهذيك الشيء أهم شيء، والنقاوة أنا نقي في الدار في الهاد، هذه أهم شيء. والحاجة الأخرى أنا ما نبغيش المرأة اللي صوتها عالي في الشارع كي نكون ماشيين ولا ما عرفت تجيني أنا كاين اللي صوتهم عالي ما بغيت العالم تسمع شنو نهدر، فهمتي؟ هذاك الشيء الاثنين عندي شوية وما تبقى غير تكون بنت الناس وصافي. هذاك الشيء راه ممكن نقلبو غير على ولاد الناس، والمعقول يكون زعما معقول ديال بصح ماشي غير تفليا وصافي. ما نفعل ان شاء الله. والله انا والدي عمره 82 سنة، وكل ما يتصل فيا يقول لي اتجوز خليني اشوف ولادك قبل ما الله ياخذ الامانة، يعني كل فترة. ولكن هذاك الشيء النصيب، عرفت؟ ما الواحد ما عرفت، الانسان قد ما يجري على رزقه بالاخر ياخذ نصيبه، يعني قد ما ركض. يقولوا في مثل لو ركضت ركض الوحوش غير رزقك ما تحوش. ايوه. اه انا بالنسبه لي دابا واش باغيها السيده مهتم بها؟ أعطيها ومن كل ثقه وقدام الناس، بغينا واحده تزلغط الى طبعا الى هي وافقت. موافقه؟ انا موافقه. الله اكبر. غندير لها ابوني. دير لها ابون، ديري لي تاتي ابون. بغينا واحده تزلغط الف. بغينا شي وحده طلعت زغرت تقول انا نزغرت على السعديه، السعديه طلع السعديه، والسعديه انا باغي نزغرت في الهويش. وي 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 طلعي طلعي. هذيك قلت لها قالت لك فيها الهويش. السلام عليكم. فك الهويش. هي الهويش. على طلقي هويشك علينا وصي صلاه وسلام على رسول الله.